تخيل معايا المشهد ده، ماشي في غابة مليانة خضرة وأشجار ضخمة، وفجأة تلاقي قدامك نهر شكله عادي جدا، لكن أول ما تلمس المية تكتشف إنها بتغلي كأنها على نار. في قلب غابات الأمازون في بيرو في نهر مش زي أي نهر تاني، اسمه تشاناي تيمبيشكا. المية فيه مش باردة ولا حتى دافية، دي بتغلي بنفسها. درجة حرارتها بتوصل ل 100 درجة مئوية، يعني بالظبط كأنك فاتح حلة بتغلي على البوتاجاز. والأغرب، النهر بعيد تماماً عن أي بركان، وده حير العلماء لسنين طويلة، لحد ما اكتشفوا إن المية بتيجي من أعماق الأرض، بتتسخن بحرارة هائلة جوه وبعدين تطلع للسطح زي نافورة طبيعية ضخمة. النهر ده بقى رمز للأساطير عند أهل بيرو، والنهاردة العلماء بيعتبروه واحد من أندر الظواهر الطبيعية على الكوكب. والسؤال هنا، لو كنت واقف قدام نهر بيغلي بنفسه، هل هتغامر وتقرب